بعملة إقليم تازة، نظمت اللجنة الإقليمية لتنمية البشرية مطلع الأسبوع الجاري سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى إبراز دور المرأة في التنمية السوسيو-اقتصادية وتسليط الضوء على إنجازات المبادرة الوطنية لتنمية البشرية في تمكين النساء اقتصاديا واجتماعيا. كان يوم اللي هو مهم جدا واللي وقف على إحقاق الحقوق الإنسانية للنساء، اللي من أهمها اللي هو ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. حضرت معنا لجنة ممثلة ديال المنصات ديال الشباب وكذلك قسم عمل اجتماعي من أجل أنهم يشرحوا ويقدموا الخدمات اللي تقدمها منصة الشباب، وكذلك كيفية التتبع وكيفية التوجيه وكيفية الإرشاد. اليوم كنحتفلوا بعيد المرأة واللي داز في أجواء روحانية، والحفل كان من تنشيط مستفيدات عصبة برايل، وكنشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي كتعتني بهذه الفئة. وتوخت هذه الفعاليات استعراض الخدمات التي تقدمها منصة الشباب لدعم النساء في تأسيس مشاريعهن الخاصة من خلال المواكبة والتتبع بهدف تعزيز استقلاليتهن الاقتصادية وتحسين أوضاعهن الاجتماعية. مجتمعين اليوم بمناسبة 8 مارس اللي دوزنا واحد الحفل اللي كانوا فيه بزاف الأنشطة. الحمد لله كانت الحفل زوين بزاف الحمد لله. استفدت من المبادرة الوطنية مشروع الصالون حلاقة للنساء مناسبة عيد المرأة. بغيت نشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي بفضلها قدرت ندير المشروع ديالي اللي كان غير حلم من الصغر. المبادرة فتحت لي الباب وسهلت عليا الطريق خصوصا في الإجراءات الإدارية وحتى التقنية. وتأتي هذه الأنشطة المنظمة احتفاء بالمرأة بمناسبة يومها العالمي للتأكيد على التزام المبادرة الوطنية لتنمية البشرية بمواصلة جهودها في تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء بإقليم تازة من خلال دعم المشاريع النسائية وتعزيز قدرتهن في مختلف المجالات.